أنديتنا أمين. أنا أوجه نداء إلى رؤساء النوادي الجزائرية، يجب أن يعملوا الآن على جلب منتخبات أوروبية عملاقة للاعب في الجزائر. نعم، تجلب الميلان، تجلب الأنتر، تجلب البي اس جي، تجلب ريال مدريد، برشلونة. لازم أموال محمد. أنديتنا ما عندهمش باش يخلصوا اللاعبين يجيبوا الميلان. ما خليتنيش نواصل يا أمين، قطعت لي ما خليتنيش نواصل. هذه المباريات الكبيرة أمين تقدر الأندية الجزائرية تجني منها أموال أمين. يعني لما تنظم مباراة كبيرة مثلا مع ريال مدريد أو مع برشلونة، صحيح ربما تدفع أموال، ربما فيه ماركتينج، ولكن إذا كنت ضابط العملية التسويقية بشكل محكم، يمكنك أن تجني من ورائها أموال. أكيد. وكان رئيس شباب قسنطينة السابق سوسو كان دار، نعم بولحبيب، كان دار هذه العملية. جلب اسبانيول برشلونه، جلب اسبانيول برشلونه، الجزائر جابوا فيورنتينا ايضا. نعم، وهذيك العمليات كان ممكن ان تدر اموال اضافيه على خزائن الانديه. لانه شوف امين، لما تجيب مثلا ريال مدريد او برشلونه، عندك سبونسور اكيد اللي يكون الراعي الرسمي، السبونسور اللي موجود في الملعب، سبونسور الحصري اللي موجود في القميص، بيع التذاكر، بيع حقوق البث لقنوات عالمية. كل هذه الأمور أمين، حتى ولو دفعت القليل من المال لهذه الأندية، وشفناها بأنها متفتحة جدا وتمشي حتى للصين لأمريكا، حتى لو تدفع شوية أموال لهذه الأندية، العملية في الأخير ستكون مربحة للأندية الجزائرية.